علاش البيلوت ما كيصومش رمضان؟ البيلوت كيشحط رمضان. اوكي، حيت عنده رخصة. طبعا كيفاش كيصوم البيلوت؟ هاد السؤال هو من بين الاسئله اللي كتطرح بزاف على البيلوت وعلى الكابين كرو اللي هما المضيفين او الناس اللي كيسافروا بزاف اون جينيرال. اولا البيلوت ما خصوش يصوم. علاش؟ فقهيا الطيار او الانسان المسافر كتكون عنده رخصه، كتكون عنده بيرميسيون انه ما خصوش يصوم. ما غاديش تجي تقول لي لا حكا شحال ديال الناس كانوا كيمشيو فوق الجمال وفوق النياق والى اخره، ودابا نتوما عندكم الطائرات. خاصكم تعرفوا ان الطائرات كتطلع العلو ديال 30 حتى 40 الف قدم فوق سطح البحر، اللي هي ما بين 10000 حتى 12000 متر، ما بين 10 كيلومتر حتى 12 كيلومتر فوق سطح البحر. فريمون العلوات هنا كتكون الهيوميديتي، كتكون الرطوبه ما بين 10 حتى 20%، بعض المرات كتكون 5%. هنا ما كتقدرش تصبر بلا ما، كتعطش، ما يمكنش دوز فول ولا يكون في غير ساعه وما تشرب والو. حتى حنا كنديروا دي برودوي، يعني كنديروا دي برودوي اللي دينا فمنا وخصك دير لوجهك وهذا باش تقدر تعيش في هذاك الوسط القاصح. ثاني حاجه خصكم تعرفوا هي ان الشركات ديال الطيران ما كتلزمش عليك انك تفطر، لان البيلوت هو الذي يقيم. انت اللي كتقيم او كتعير واش الحاله ديالك واش تقدر تصوم او لا تفطر. طبعا غالبا واغلب الطيارين في رمضان كيفطروا، لان كما قلت لكم فريمون صعيبه انك تصوم. الطيران هو مهمه شاقه، وانك فاطر واكل وشارب، فما بالك تكون صايم، كتزاد ديك المشقه كتدوبل اضعاف مضاعفه. ولكن شنو هما لي زيكسيبسيون؟ يعني امتى الطيار يقدر يصوم؟ لان الطيار عكس الانسان اللي ما كيطيرش العادي. الطيار عنده العادي هو انه خصو يفطر، يعني الاصل هو انك تفطر، والاستثناء هو انك تصوم. امتى كتقدر تصوم؟ مثال، عندك مثلا واحد لو فول مع الخمسة ديال العشيه ولا 6 ديال العشيه بي ام، والمغرب غيقد مع 7 ديال العشيه، غيقد مع 7 بي ام. يعني انت مثلا صايم نهار كامل، شنو غادي توصل للطياره غتفطر؟ لا، حيت اون فوا توصل للطياره غتقلع الطياره، غادي يوصل وقت المغرب اني غيدخل وقت المغرب. فمن الاحسن هنا من العقل ومن الكومن سنس انك تكمل الصيام ديالك. الحاجه الاخرى، امتى الطيار يقدر يصوم؟ ملي كيكون الاتجاه ديال الخط ديال لو فول ديالك ديال الرحله ديالك اتجاه شرقي، شرقا. مثال، غتطلع من المغرب وغتتجه لقطر مثلا. علاش؟ ملي كيكون اتجاه شرقي كيكون نهار قصير، كاين نهار كيتقلص، فانت كتبع الظلام، كتطلع في الضوء وكتسافر نحو الظلام. اوكي، لان الارض كدور من الغرب للشرق، فإذا طلعتي مثلا من المغرب واتجهتي نحو الغرب غتتبع الشمس. بحال ملي كتكون دابا انت مثلا في البحر، الا كنتي في المغرب وكنتي في البحر طبعا كتشوف غربا، فالشمس غتشوفها كتغرب في البحر، كتشوف بحال كتنزل في البحر، هي راه ماشي اللي كتنزل، هي الارض اللي كدور هكا. فتخيل اللي طلعتي انت بشي طياره وتبعتي ديك الشمس بسرعه فائقه، غتبقى غادي 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 تابعه، الشمس ما عمرها غتغرب. علاش الشمس ما عمرها غتغرب؟ لانك انت طلعتي بطائره وغادي اتجاه غربا وتابع الشمس، انت راك ماشي تابع الشمس، انت راك كدور مع دوران الارض، كدور مع الانحناء. لان الارض كدور ب 1600 كيلومتر في الساعه في خط الاستواء عند الايكويتور، هذا خط الاستواء، لان تما هي اعرض نقطه طبعا. لكن قد ما طلعنا شمالا او جنوبا كتنقص السرعه بشحال؟ كتشد 1600 وكتضربها في الكوسينوس ديال خط الارض. مثال، الا كنتي في كازا فالارض كدور عند كازا، لان كازا طبعا جات في خط الارض ديال 33 دوغري ونص، كنشدوا الدوران ديال الارض عند اكبر مساحه اللي هي 1600 كيلومتر في الساعه، كنضربوها في الكوسينوس ديال خط الارض ديال كازا اللي هو 33.5، كتولي 1334 فاصله شي حاجه. يعني السرعه كتنقص، سرعه دوران الارض كتنقص عند كازا، بمعنى انه اذا طلعنا من كازا طائره اللي كتمشي بالسرعه ديال 1334 كيلومتر في الساعه واتجهنا غربا، راه ما عمرك غادي تدرك الشمس، غتبقى ديما تابع الضوء وغتبقى ديما تابع الشمس. اوكي، طبعا الطائرات التجاريه حاليا ولات كتوصل سرعه الصوت اللي هي 1200 كيلومتر في الساعه، وكاين الطائرات اللي كتفوت هاد السرعه. وهذا الشيء كامل عطيتكم غير المثال ديال كازا. اما الا زدنا طلعنا شمالا راه السرعه غتبقى غادي وكتنقص ديال دوران الارض، بمعنى طلعتي بالطائره غير ديال البوينغ سي 37 او الايرباص ا 320 واتجهتي اتجاه غربي، راك غتفوت الشمس وتخليها وراك، فهمت السطا. وقد ما بقينا طالعين طبعا الدائره القطبيه الشماليه او الدائره القطبيه الجنوبيه الارض كدور غير بشويه. عرفتي بحالاش؟ بحال البلان ديال الموري مثلا ديال المكانه، الموري ديال المكانه ديالك ملي الا جينا حسبنا الدوران ديالو كيفاش كيدور، راه ملي كيدور راه عند السونتر راه السرعه ديالو زيرو، راه ما كيدورش تقريبا، ولكن قد ما بعدتي من السونتر قد ما
كيدور بسرعه اكثر طبعا، لانه كيغطي المسافه ديال المكانه كامله في واحد الوقت معين، في حين ان السونتر ديالو في نفس الوقت ما كيغطي حتى مسافه. هذا المنطق طبعا، وبالحساب باش كنخدموا الطيران، وبالحساب باش كنسوقوا الطائرات طبعا. انا ما ندخلش معكم في التفاصيل، ما ندخلش معكم في القصح، هادشي نخلي فيديو سيباري على شكل الارض حقيقي، لان شفت بزاف ديال التعليقات ديال الناس هل الارض كرويه ام مسطحه. انا غادي لكم واحد السيريه ان شاء الله تكون فيها 10 حلقات، وغادي نسدوا وغنطويو هذا الموضوع الى الابد. ما عمر كندويو مازال في الشكل ديال الارض، لان ما تبقاوش تصنتوا لاي واحد، راه حنا هما اهل التخصص، حنا هما ذوي الخبره. نحن من نلف حول هذا الكوكب الجميل، ونحن من نقول كيفاش دايره الارض، ماشي غير اللي يجي يدوي في هذه الامور. الله يرضي عليكم، ديما كنقولها لكم. فنكملوا الموضوع ديالنا. الا طلعتي بالطائره واتجهتي غربا غتبقى تابع النهار، غتبقى تابع الشمس، اذا غتبقى بجوج حيات كامله. مثلا عندك فول في مثلا 6 سوايع، مثلا نقول حنا 6 سوايع، وطلعتي انت مع وقت المغرب، الشمس يلا بغات تغرب وطلعتي انت بالطياره وتبعتيها، الشمس ما غتغربش، اذا انت شنو تبقى بالجوع؟ ما يمكنش. اذا هنا العكس، اذا طرتي اتجاه شرقي كتبع الظلام. فإلا كان دخل او قرب وقت المغرب وكنتي انت غتطلع في فول اتجاه شرقي، من الاحسن انك تصوم، لانك غتقدر تصوم. كنتي غتتجه اتجاه غربي ما تصومش، لان الصيام هنا غيكون صعيب طبعا. دابا بقات لينا حاجه وحده غندويو عليها، هي النيه. تخيل معايا انت كطيار او كمضيف او كمسافر، خرجتي من الدار فاطر، ضارب داك النهار فاطر لان عارف راسك غطير، غتوصل الطياره الفول ديالك غيتانيولا، اشنو غدير؟ تسمى ضربتي نهار هكاك ما بلانش. اذا اللي خاصك دير هو، واخا انا اظن فقهيا انك ما خاصكش تلعب بالنيه ديالك، ولكن هذا هو الاظهر او الاحوط او الاوضح او الانسب بالنسبه لي انا من التجربه ديالي. لانك ملي كتطلع من المنزل ديالك وكتجه نحو المطار، من الاحسن انك حتى توصل الطائره وحتى تقلع عاد تقرر انك تفطر، لانك كتكون ضمنتي ان ديك الرحله غطير. هادشي اللي كاين. رمضان مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال ان شاء الله. انا اليوم باي ذا واي اللي كيتابعنا من المغرب، انا كاين في لوروب حاليا، واليوم كنت صايم، فانا سبقتكم بالنهار كنت صايم. اليوم دابا فطرت دابا، فالله يتقبل، والى فيديو اخر ان شاء الله.